السلام عليكم، معكم ليث شو. في بعض الناس توصل لمرحلة انه يصير انه يصير حيوان خلاص، يعني يوصل لمرحلة يقول لك انا بصير انيمالز، يصير حيوان يعني. فمن هذه الاشياء يعني تجيك اخبار يعني غريبة، اخبار عجيبة. في عندنا اليوم بقول لكم خبرين، حاجات ما يهمك الشيء هذا، بس يعني يمكن تضحك على الناس الاغبياء ذولا. اول خبر، افتتحوا مطعم للعراة. سلامات يا اخي، انت صاحي ولا وش؟ طبعا اول مطعم للعراة في لندن. ما تدري ايش الوضع، يبغون يصيرون اغبياء، يبغون يدخلون مرحلة يعني انهم العصر الحجري. او اسم المطعم بونيادي. طبعا بونيادي يعتبر اول مطعم للعراة. اذا تبغى تتناول وجبة هناك في قوانين خاصة، ممنوع التصوير، تبغى تلبس يعني يمديك، لكن اذا ما تبغى، اذا بتلبس تلبس اشياء يعني خفيفة عليك، ما ادري كيف، اشياء غبية. طبعا سعر المطعم يا $100 تقريبا للوجبة الواحدة، يعني 380 ريال سعودي للوجبة الوحدة. يعني وجبة مكونة من وش؟ بعد وجبة ما هي بلحم ولا شيء، يعني وجبة خضار، يعني تاكل خضار ب 380. والمشكلة الثانية يعني الشيء اللي يقهرك مرة، في عدد كبير من الناس يحضرون، يعني تخيل 46,000 شخص في قائمة الانتظار. طبعا ما علينا من هذول الناس الاغبياء، هذول طبعا قرروا انهم يوصلون يعني للمرحله الحيوانيه، المرحله الحشريه، المرحله الدوديه، المرحله الغبائيه. يعني هذول المخلوقات اللي الله خلقها انها تاكل يعني ولا تلبس ولا شيء، فهذول الناس قرروا انهم يوصلون للمرحله ذي. الخبر الثاني شوي خبر يعني تقدر تقول شاطح، يعني خبر يدل على الغباء. كندي يطالب $2 كتعويض من مايكروسوفت وجوجل. يا ناس متخيلين المبلغ كثر $2 يا متخيلين؟ المهم جيري روز من مدينة نانايمو يطلب بتعويض من شركة مايكروسوفت ومن شركة جوجل، يبغى $2. وبعد من شركة اتصالات اسمها تلسوس للاتصالات، وايضا من الشرطة الملكية الكندية. والسبب وشو؟ السبب انهم غزوا دماغه. يقول انهم هذه الشركات غزوا دماغي وخلوا اجهزتهم وخلوا مدري كيف مسيطرة علي. اخي سلامات، صاحي انت. ويقول انهم تلاعبوا بافكاره ومدري كيف، يعني اشياء غبية. يعني شوفوا المضحك في الامر ان هذا الشخص يطالب $2. ما كفاه الوضع، يبغى فوقها زيادة، يبغى سيارتين فراري حمراء، ويبغى لامبرجيني سودا، يعني شوف حتى محدد الالوان، ويبغى دراجتين هارلي ديفنسوس هوائية، ويبغى دراجتين هوندا، ويبغى شاحنة دوج سودا. يا أخي صاحي أنت، صاحي. هذا المثل اللي يقول لك طرار ويتشرط. بصراحة أنا يعني عن نفسي أشوف أن هذا شخص قنوع، يعني ما طلب أشياء زيادة، يعني مثل ما تشوفون، بس سيارتين فراري وسيارة لامبرجيني وشاحنة دوج ومدري كيف، ويبغى بس مبلغ بسيط $2 بس $2، يعني ما هو بالشيء الكثير. في النهاية القاضي رفض الدعوة، قال هذا الشخص مريض عقلي، هذا الشخص يعتبر من الناس الساقطين، ما ادري كيف يعني، وش يعني ساقط، ما ادري يعني تفسيره يمكن شيء ثاني. بصراحة ما لوم انه رفض يا اخي، يعني يمكن حتى القاضي يعني صابه في قلبه يعني شوي حقد على الشخص. المهم هذه نهاية المقطع يا شباب، لا تنسونا من اللايك اذا عجبكم المقطع. اذا تبغون مقطع ثاني اطلبوا تحت في الكومنت، قولوا رايكم في المقطع، وهذا اول مقطع لي، ويلا سلام، بيس.